ايه اليوم ده النهارده؟ ايه اليوم ده على الرياضه بتاعت مصر؟ الرياضه النهارده في مصر مفيش صفر يا باشا. في الايام ايه اليوم الحلو ده؟ ما بقاش فيه يوم حلو يا باشا. احنا ملطشه افريقيا النهارده في الرياضه. احنا النهارده الترجي بيكسب الزمالك 2، وستان داونز بيتعادل مع الاهلي 2-2، ومنتخب الشباب بيخسر من السنغال 4 في مصر. وحتى كرة السلة الكاميرون بتكسبنا 71-63. في ايه؟ ما انت ما تقوليش النهارده اللي ده ذنب مرتضى منصور، ما هو ما كانش شيخ الراجل يعني. ايه ده؟ في ايه يا جماعه؟ فين ايام ايه اليوم الحلو ده؟ خلاص. ده ايه اليوم الوحش ده؟ قوي وحش قوي قوي. بقينا ملطشه افريقيا في كل حاجه كده. النهارده الترجي بيكسب الزمالك 2 و90%، 95%. خلاص الزمالك الا بقى ربنا لو كرمه في 3 متوشه هيخرج من دوري ابطال افريقيا للمره الثالثه على التوالي من دور المجموعات. النهارده سان داونز بصراحه بيلعب الاهلي، بس انا سان داونز فريق يخوف، فريق تقيل جدا. اه بيتعادل النهارده مع الاهلي على في مصر. بس خلاص حكايه بقى ارضي وارضك، لا الفريق دلوقتي بيبقى عايز يكسب على ارضك قبل ما يكسب على ارضه. خلصت انتهت دي الكرة دي. النهارده سان داونز بصراحه بشوفه فريق افريقي بس بيلعب كره اوروبيه. الفريق الوحيد اللي بيحضر لعب من ورا لقدام وما بيخافش مهما انت زنقته في ال 18 بتاعه، لا بيحضر ويلعب. وتحس اللعيبه بتاعته يعني تقيله في الملعب، مش خايفه، مش فارقه معاها هي بتلعب فين، في وسط جمهور ايه. مع ان مفيش جمهور احنا بندخله، ادينا بنشوف الترجي عنده جمهور قد ايه، وشباب بلوزداد عنده قد ايه. وخلي بالك اما الاهلي يروح سان داونز هيبقى فيه جمهور قد ايه. انا مش عارف لغايه دلوقتي ليه مش عارفين يدخل جمهور. النهارده الاهلي بيتعادل وبياخد بونت، وكان خسران ماتش الهلال بس لسه قدامه ماتش القطن ان شاء الله يكسبه هيبقى 4. وانا مش خايف على الاهلي، الاهلي لسه ايه يعني اتعادل ماتش على ارضه عادي، ما الزمالك اتهزم يعني. بصراحة انا بشوف النهارده يعني ومن امتى محمد هاني بيشوط ضربات جزاء يا جماعة؟ الراجل ده لسه ناشئ. في ايه؟ بصراحة حسين الشحات مبدع. اليو ديونج مش عارف مستواه قل قوي، بس يعني ان شاء الله يرجع. خط دفاع النادي الاهلي على طول مش عارف بقاله فترة يعني. الواحد اتكلم كذا مرة خط الدفاع بتاع الاهلي وحش قوي. حتى علي معلول في التغطية في الجون الاول يعني الكرة بتاعتك يا علي. بصراحة يعني انا شايف مروان عطية مكسب كبير قوي للنادي الاهلي، لعيب تقيل قوي. مش عارف ازاي كان عندنا واحد بيقول عليه يعني لعيب على قده. لا مروان عطية لعيب تقيل جدا. سان داونز على فكرة فريق تقيل جدا. وخلي بالك اللي انت يعني الاهلي للاسف اللي انا بقولها اللي يتعادل مع سان داونز ده مكسب في ظل ظروف النادي الاهلي، وفي ظل ظروف سان داونز لا فريق تقيل، فريق تقيل جدا. الفريق ده يوصل مرتاح للنهائي. اتمنى التوفيق لنادي الاهلي. الواحد عادي نقطة من ماتشين لسه قدامه 4 متوشة ان شاء الله هيلم الدنيا ويصعد مع سان داونز. خلاص سان داونز ده صاعد كده كده. واتمنى التوفيق بقى للنادي بتاعنا نادي الزمالك اللي احنا بنشجعه حرق دمنا على طول، واللعيبه تحس على دمها ويعرفوا ان في جمهور بيتحرق دمه. وممكن الجمهور ده ما ينامش، والجمهور ده الوحيد ان كان اهلي ولا زمالك اللي ما بياخدش منك حاجه، بيجي يشجعك بس، ولا بياخد من النادي ولا بياخد منك ولا بياخد من كله كله. بص في المنظومه دي بياخد، كله بياكل، كله اكل عيشه، من مدربين لحكام للعيبه لادارات. كفايه اللي انت عضو مجلس نادي الاهلي او الزمالك. الجمهور الوحيد اللي بيدفع فلوس وبتحرق دمه. مش فاهم انا. ولو انت لسه بتسمعني يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل لايك. سلام.